يعمل نورش بالحراسة والزراعة بإحدى المزارع، ويقول إنه يعبد البقرة. أما عن طقوس عبادته لها فقد قام بذلك أمامنا. ومن طقوس عبادة البقر في الهند أشار نورش كذلك إلى هذا اللون الأحمر والمقدس حسب وصفه، والذي يوضع على جبين البقرة بعد أن يخلط بزيت الخردل. نورش الذي يمتلك 3 بقرات قال لنا إنه لا يفرق بين أبقاره في طقوس العبادة التي يمارسها 5 مرات في اليوم، لكنه أوضح أن أبناء ديانته يميلون إلى عبادة الأبقار ذات اللون الأبيض، وإن كان باقي الألوان الأخرى لا تحول دون إتمام هذه الطقوس. أما الأمر الأخير الذي لم ينسى نورش أن يقوله ولم نكن في حاجة إلى سماعه منه هو أن ما يعبده من أبقار لا تختلف عن غيرها، فهي تأكل البرسيم وترعى من حشائش الأرض. فسبحان الله الذي لا إله إلا هو.